السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نعلمكم طريقة البانكيك بتقديم جديد، يعني عملتها أنا قبل هيك بس طريقة تقديمها المرة هاي جديدة. حطيت بيضة بالصحن، وبدي أحط عليه معلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة فانيلا. أخلطهم. هسه بدي أحط عليهم معلقة كبيرة زبدة ذوبتها. أنا حطيت الزبدة وحركتها. هسه بدي أحط كوب حليب أو كاسة حليب. حطيت الحليب وبحركهم كويس لحد ما أذوب السكر. أنا هيك عندي ذوبت السكر. طبعا عندي كوب ربع طحين، بدي أحط عليه معلقة بيكنج باودر صغيرة. أحرك الطحين وأحط طحين دفعة واحدة الخليط وأحركه. أنا هيك حركت الخليط لما صار معي بهالشكل. بدي أتركه دقيقتين ثلاث يرتاح عشان أشتغل فيه. أنا هسه بدي أبلش أعمل حبات البانكيك. بنجيب مقلة غير لاصق، بنحطه على النار على نار واطية ونخليه يحمى. طبعا أنا حطيت نص الخليط بالوعاء، وحطيت القالب زيت عشان ما يلصق معاي البانكيك، زي هيك بزيت نباتي. وكل مرة أضلني كل ما أحط حبة برجع أحطها مرة ثانية بالزيت. هسه عندي أنا المقلة بيحمى. أنا حطيت القالب هيك، طبعا هو مدهون زيت. لما اتاكد انه العجين صارت على جميع القالب، واتركها تستوي. طبعا لما بنسحبها بنقلبها على الجهه الثانيه، بنحط واحده بمكانها. انا هيك خلصت تحميرهم. هسه بنضل المرحله الاخيره اللي هو نحط شوكولاته نوتيلا بيهم ونغطسهم بالشوكولاته اللي ذوبها على البخار. انا هسه بدي اكمل مرحله البانكيك. طبعا بس خليته يبرد كامل. معي نوتيلا، بدي احشي البانكيك بالنوتيلا. هاي المرحلة قبل الأخيرة، بدنا كمان نغطسهم بالشوكولاتة. تكون معنا مثل هيك. بكفي باقي الحبات وبرجع لكم. أنا هيك حشيتهم بالنوتيلا. هسه بدي أغطسهم بالشوكولاتة. أنا هسه بدي أعمل حبات الكوكيز، بدي أغطسهم بالشوكولاتة. وأحطها هون، وأكفي باقي الحبات بهالشكل. أنا هيك خلصت تغطيس البانكيك بالشوكولاتة، وحطيت عليهم حبات كرانشي اللي ذهبيات. هسه بدي اروح احطهم بالثلاجة. اذا مستعجلين عنهم بالفريزر بتحطوهم بسرعة يجمدوا. انا بدي احطهم بالثلاجة شوي لحد ما تجمد الشوكولاتة عليهم. هيك البانكيك صار جاهز بعد ما حطيته بالفريزر. الف صحة وهنا يا رب.